لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحالم لواني 805 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان ومبست رزامندي رب العالمين وهوادار مئوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. برخوا شويسنا وكلا واني رابردو باس ما كل لو آت بيروزا كالدواء ويكفرعون هرشدك ويكوا سنقتل أبناء ونستحي نساء وإنا فوقهم قاهرون. إتر إيمان داران دين شكوا خوان لايف موسى باز كان عليه الصلاة والسلام أبيش لولام دا دو آموشگاریان دکا و آماجه دکا با دو سنت لسنتکانی خواهی گور سبحانه وتعالى آموشگاریان دکا استعینوا بالله واصبروا. یکم داوای یارمتی لخواب کن، دوم صبر و آرام بگرن. اوزا بعض لسنتکانی خواهی گور دکا استعینوا بالله واصبروا إن الأرض لله زوی خواه يورثها ما يشاء من عباده. او خواهی گورا زوی خویتی دیدات کسانک لبندکان کویستی لسر و سنتکالا سنة كان خير بلام سنة دوم والعاقبة للمتقين. عاقبة السرنزامش هل بو متقيانا يتر وكل معارج المتقون هم المؤمنون بالله وبرسله. متقون شين أنك إيمانيا بخوا بيغمبران خواهنا والمسلمون له أنك خوان تسليم خواهي قورا كده. المجتهدون في العمل بأحكام دين الله لعباده أو أنك خوان مانديدا كان لكار كردن بحكم مكان خواهي قورا سبحانه وتعالى كخواهي قول نارديتي كار بأحكام كان خواهي قول ذكن الذين يؤدون ما فرض الله عليهم أواني كوا أو فرماناني كخوال السريعين دانا زيدكن وينهون عما نهاهم الله عنه أو كخواهي قولش نهي كردين خوازي لدينا. وللتقوى درجات يتبع العاقبة للمتقين ديار متقين كالتقوى وهاتي وأني كتقوان هي دل التقوى سندين درجة أعلاها فعل كل ما أمر الله بفعله وترك كل ما نهى الله عن فعله. كواتا بزيجان هم أوفر مانانه كخواي قرش بران فكر وازلينا لهم قدغ كراوانه كخواي قدغي لكده. وأدناها القيام بما يقي من الخلود في عذاب النار. كم تريني شانسية خود لو يبقى باريزي كدبي تماي ما نوي يجزارش لجهنم. كواتا بابني أدنى مراتب التقوى أو يكا إيمان بالتوحيد خواهي قورا بيني واز للشرك بيني أو عند إيمان كافية أكار بيتو قناح باريش بي لو فرزنا خواهي قورا عذابي شد بدا أقر بس يزهنميش حتى ناميني وما دام موحدي شريك لبو خواهي قورا برانك أقر خواهي قورا ويستي لسربي لسا قناح كان حساب لقلقو أو مرتبة أدنى بلام لسروي همو بابني أو زادية سر درزات كاني تر انجام داني فرمان كان خوخ باراسن لقد كراو كان او ذات درجه بدرجه ديتن بسر دكويتن حتى وكوال الدبي او بنديك هم لدنيا سركوتو سرفراز دبي هم لقيامتيش بهيج شويك جهنم بالكو بابلين جود لحسيس لنفس جهنم جنابي خايقولوا عن حسابك. ولكن عاقبة الحسنى في الدنيا تكون للمرتقين في درجة مرتبة التقوى ارتقاء يقربهم من الدرجة العليا فيها. زور قرنق براسي أو خالة طلع عاقبة حسنى كذا والعاقبة للمتقين لدنيا لو تشيه تكون للمرتقين في درجات مرتبة التقوى ارتقاء يقرب من الدرجة العليا بها. كواتا لبو أم متقيانيه كوا ترقيان كرديا سركوتون لدرجات التقوى نقل حد أدنى سركوتون لدرجات التقوى بشيويك لدرجات برز نزيكا
مع الاستغفار عن التقصيرات والمخالفات معدل استغفارش دكن لو كوا اگر تقصير ومخالفه يعني والعزم على الالتزام بكل حقوق مرتبه التقوى عزم يان كردكوا هم حقان التقوى لا بيت زكواته لو تمشى يعني لسيري بيان صوصم لسيري خلفاء راشدين خوان رازي لسيري سلفي امته هر كاتك جناه تاوان لمسلمانان هبوا بالتأثير لنصر كردي وتوشي هزيمهاتنا تمشى ذاك إلا أحد ككاتك أصحاب خوان لرازي بتنها يج مخالفين لديت زكوا أو كخواي قرد فرم سبحانه وتعالى مخالفي فرماني بيغمبر دكان صلى الله عليه وسلم توشي تسنس كويك دبن إيتر هر كاتك مخالفو هر كاتك جناه تاوان لصف مسلمانان هبي أو براسي لنصر دور دكونه زياتر توشش كستنا خوشيدين إيتر عاقبة حميد لدنيا لبو تشي لبو كسان كوا مراتب التقوى لمراتب برزن أوانا كواشاني أوان كخواي قول سبحانه وتعالى بسلام خوته إن تنصروا الله ينصركم أجر خوا بسر بيخن يعني سخوا بسر ديني خوا بسر بيخن بسر نفسه ضلوا درون تان ظالب كانوا أحكام كان خواي قول زيب كانوا حاولوا بدن ديني خوا برزراقن خواي قولش نصرت تان ددا وكل تفسير قاسم دلية تدل الآية على أن عند الخوف من الظلمة يجب الفزع إلى الله تعالى والاستعانة به والصبر أو تجبل قيل سلوي كاتك وإنسان لكسانش ظالم ترسا بيوست بقري ولا إخوة هانا ببيل ولا إخوة داوي يارمتي لو بكي صبر وآرام بقري ولا مفزع إلا في هذين راستي هيتس بناقيش إلا لو دوشتنب وهو الانقطاع إلى الله تعالى بطلب المعونة في الدفع واللطف لو في الصبر أو دعي دي زور قرنقة لها مو كاتك بتايبة الكاتك وكسانش الظالم لسد مسلطن ده خود يغلابك وتنها داوي يارمتي لأخوابك سبحانه وتعالى وهو أوفري صبر آلامة بي وهو تدل على أن العاقبة المحمودة تنال بالتقوى أو تجبل جيك عاقبة سرنزامي تساق بتسبب دزديني بالتقوى وهي اتقاء الكبائر والمعاصي خود لكبائر لغناه تاوانا كان بباريزي برأوان كاتك وبوشوي موسى عليه الصلاة والسلام آموش قاريان دكات دلين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا دلين يا موسى إما أزيد دراين بيش أوي أتوبي لولامان ولدواي هاتني توش قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم موسى عليه الصلاة والسلام بردوام دبلو أموش قاري بلكو خواي قورة دجمنكتان لنا وببا ويستخلفكم في الأرض أنقوي بكات خليفة وزينشين لصاروا زوي فينظر كيف تعملون يترخواي قوة تمشايكارو كردوا كانت عندك لدواي وكواد الصلاة دق ندست فتشيوك بابلين كردوا أنزام ددن ولو كل تفسير قاسمي دل قالوا أي قوم موسى بندلين وكل تفسير سعدي قالوا لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون وأذيته كواته قوم موسى بوشويل بموسى دلين بزاري خوان در دبرن لو همو صال دور دريجي كوالا جير صلاة فرعون دسوسينوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أي وكل قاسم دل أي فعلوا بنا من الهوان والإذلال من قبل بعثك وبعدها كواتا لد بيشتو حر زليل كراينا رسوا كراينا لدواء وكأتو شاتي وكل معارج ضلال من بديع الاختيار في بدائل الكلمات مترادفات طبعا لازمان عربي كلمة مترادفة كوا همان معناه يكتب بخشي يتر يقل بلاغة كان قرآن بيروس كوا كلمات زور تكرانا كاتو هول بابرين زيادة مشاهدكي كوا مرادفي بكار ديني أن العبارة هنا جيء فيها ومن بعد ما جئتنا لا من بعد ما أتيتنا فالمجيء والإتيان مترادفان لكن التنويه هنا في البدائل أعذب في السمع وألين في النطق كواتا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا من قبل أن تأتينا جئتنا بابن هردو شي معناه يقدر بيش أو يتوبي لدواء ويتوشهاتي وران خواهي قولا إيتاء مجيء بكار هنا كواتا وشكل بلاغة كان قرآن فيروز وكدلة أعذب في السمع لبو بيستان كاتك كلمة تكرار نبتوني بي خوشترا شيرنترا وهو لنطقيش خوشترو بليغترا وتتضمن هذه الشكوى حث موسى عليه السلام على سؤال ربه أن يرفع عنهم
ما هم يعانونه من الأذى كواتما بستيان لو شكواش كواكاتك الشكوا إخوان للاي موسى ذكن أو كواهاني بدن موسى عليه الصلاة والسلام دعاء بك وبباريت لبو أوان لله إخوائي قول سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يفهم من لازم عبارة الشكوى كواتا لبرت الشكوى ذكن تاوكو موسى عليه الصلاة والسلام بباريت ودعاء لإخوائي قول بك وكو بيغنبريت شخوى كوا أو عذابي لسر بني إسرائيل هل بقري. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم وكل تفسير سعد عليه قال لهم موسى كواتا موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم موسى أو موسى عليه الصلاة والسلام وكو رجاوه وآوات دعايك بيان دلي عسى ربكم أن يهلك عدوكم رجاوا يا خواي قولة دجمنكتان كفرعون جنود فرعون لناو ببا ويستخلفكم في الأرض أنقو يبقات زينشين فينظر كيف تعملون وكل قاسم دلي أي فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمة كفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. كواتا إنزا كأنقود ابنت زي يقولوا زينشين لدواي أوان زخواي قول تمشاتان دكا زان كردوي تساق دكان يعني خراب شكري نعمت دكان يعني كفري بي دكان الطغيان دكان تاوكو أنقوش بوشي وتعامتان لقلبك حسب كارو كردو كانتان. يتر وكل معارج ذلك وأطلق موسى عليه السلام لفظ الأرض ولم يعين أرض مصر لأن الخطة تقتضي بأن يخرج به من مصر. بل موسى عليه الصلاة والسلام بوشي ويقسل لقل قوم كيدك دفن ويستخلفكم في الأرض خواهي قولا لو أنا يدوج من كتنا لناوب أنقوي بكات زينشين لصر روي زبي نك هلا مصر لصر روي زبي بقشتي لبروي دلاء خطة كوايا كموسى عليه الصلاة والسلام فرماني بيكرا لان خواهي قولا لمصر لقبن إسرائيل دربتي بسنا فلسطين لو ان داري الشر لقل جبار كان بكن تاوكو أوان بكاتا زينشين لصر زوي لفلسطين لو جيغا بقعة مباركي ويؤسس فيها الدولة الدينية الربانية لو عند الدولة تيك لسر أساسي دين يشي رباني داب مزرين أو زاوية كوا خاك يشي مقدسة وخواي قروا وعدي بيان دابو أقر بيتو بس نوين داري فإنكم إذا دخلتموها فإنكم غالبون أقر برون أو خواي قروا غالبتان بيده سرفراز وسركوتو دابن بسريان دا كواتا أطمعهم موسى عليه السلام وفتح لهم باب الرجاء دون جزم منه بتحقق الأمر الآن في الذكر. تمشارك موسى عليه الصلاة والسلام عسى ربكم عسى لبو ترجية كواتا رجاوايا كواتا بجزمش بياننا لو رجايا دا بجيان والله يقر بعدي خواي يقول لي أن جيبي خواي يقرج بعدي خواي لبو أن جيب زيدك أقر أن بابن بن بفرمان كان خواي أو متقي بن كخوا ديبي خواي يقر سبحانه وتعالى أوشتان له ذكا طالما إنساني مسلمانش بيوستا لنوان خوف ورجابي لنوان خوف ورجاء أو بندي كخوا ديبي تاوكو وعدك لو زيبك ولكن لا يستخلفون فيها لمجرد تكريمهم خواي يقر سبحانه وتعالى كاتك وعدان كات خليفة وزينشين لصروا الزبي نكل مجرد تكريمهم بس لبوئي كواريزيان لابن بان يمنحكم إياها لكونكم من ذرية إبراهيم الخليل بس لبوئي أنقول لذريتي بني إسرائيل لذريتي إبراهيم الخليل لبوئي الريستان لابن وبيتان ببخشي إنما يستخلفكم فيها ليبلوكم في هذا الاستخلاف بالكو زينشين تان دكال صروا زبي تاوكو تاقيتان بكاتوا فينظر كيف تعملون تمشاتا كو هالويز دكن كو كارو كردو دكن فيحاسبكم بحسب أعمالكم يتر خواهي رفتارتان لقلدك حسب كردو كاني خوتان أتقيمون دين الله كما أمر لباشو دتان كات زين الدين إخوات زي بزيد كانوا كفرمانتان بيكلا أم تفسدون في الأرض يعني فساد دكان لصروا زوي وتبغون فيها بغير الحق يعني ظلم دكان بنا حق وتكررون السنن الأمم الظالمة الباغية من قبلكم زور زاران وظالمة قلنا ودسي أواني دواي ويدن واتشيوي سبحان الله بي أو ظالمة أواني ظلم دكانوا إتر سنتي خواي قورش لسر يواني زيد بي فإذا فعلتم ذلك نزع الله منكم الاستخلاف أجر أنقوش وكو بيشوي خوتان ظلم بكن خواي قول لنقوش ورد قريته سبحانه وتعالى. وكل تفسير سعد قال الله تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يتل دواي أو أخوائي سبحانه وتعالى بس الشيويك أو ذا بابلين تعاملي لقال فرعون وآل فرعون كر
وەکو سنەتێکی خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالا وەکو ئینزارێک کاتێکەوە قەومێک کاتێکەوە میلەتێک کاتێکەوە شار و ئاوەدانیەک تۆغیان دەکەن و لە سنوور دەدەچن خوای گەورە تاقییان دەکاتەوە بالبەئساء والضەڕاء بە ناخۆشی لە لاشیان و هەروە لە ماڵیان تاوەکو بگەڕێنەوە ئەگەر نەگەڕان ئەوجا خوای گەورە ئینتقامیان لێ دەکاتەوە وەکو سنەتی خوای گەورە لە تەعامل لەگەڵ بەندەکان وەکو لە ئاەتی دواتر خوای گەورە بەو شێوە دەفەرمی لەگەڵ ئالە فیرعەون چمان لێ بەسەر هێنان تاوەکو لە نەتیجە ئیسفادەیان لێ کرد لە نەتیجەدا بە چ شێوەیەک لە ناویان دەبا کە لەوانەکانی داهاتوو پشتوانی خوای گەورە باسی دەکەین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون